إذن مشاهدينا الكرام مباشرة ونبقى معكم على المباشر من هنا من الملعب الذي سيحتضن مباراة الجزائر أمام بوركينا فاسو. مباراة جد مهمة لعناصر المنتخب الوطني من أجل تحقيق النقاط الثلاث بحول الله. متواجد معي الزميل الإعلامي بلال هرنون. بلال، كيف تتوقع اليوم مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره البوركينابي؟ مباراة بحسابات معقدة، خاصة وأن المتأهل في المركز الأول سيبقى هنا في مدينة الرباط. تحية إليك زميلي إسماعيل وتحية لكل الجمهور الرياضي. بطبيعة الحال اليوم المنتخب الوطني أمام امتحان حقيقي وامتحان صعب أمام منتخب بوركينا فاسو اللي نعرف أنه خلق لنا العديد من المشاكل سابقا، وكان خصم صعب بالنسبة للمنتخب الوطني. لكن اليوم المنتخب الوطني نقدر نقول أنه يملك تشكيلة مثالية، يملك لاعبين ذوي خبرة وأيضا لاعبين شباب يمكنهم صناعة الفارق. اليوم كل الأمور مهيئة بالنسبة للمنتخب الوطني من أجل تحقيق الانتصار وإضافة 3 نقاط ليصبح في رصيد 6 نقاط أمام منتخب بوركينا فاسو. حقيقة هو منتخب يملك لاعبين ذو مستوى عالي وفرديات بطبيعة الحال، بما أنه استطاع أن يعود في النتيجة خلال اللقاء الأخير أمام غينيا الاستوائية في الدقائق الأخيرة. يعني اليوم نحن مطالبون بالتركيز طيلة 90 دقيقة، أي هفوة ربما ولو في اللحظات الأخيرة يمكن أن تجعل الخضر يخسرون نقاط المباراة أو يعودون بالتعادل بطبيعة الحال. اليوم كما قلت اليوم رفقاء رياض محرز مطالبون بالتأكيد تأكيد المباراة الأولى أو الصحوة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية. اليوم في الحقيقة شاهدنا منتخب سوداني لا نقول أنه متواضع، لكن فوز بثلاثية جعل المنتخب الوطني يسهل مأمورية على نفسه، خاصة بوجود لاعبين ذوي خبرة. كما قلت اليوم المنتخب الوطني مطالب بتحقيق النقاط الثلاث وتفادي أي حسابات، خاصة أننا سنواجه غينيا الاستوائية في المباراة الأخيرة. نفس الشيء بالنسبة لغينيا الاستوائية اللي خلقت لنا الكثير من الصعوبات في السنوات الأخيرة. نظن اليوم بعد تجاوزنا عقدة الدور الأول بعد نسختين فاشلتين عقب التتويج بكأس افريقيا 2019، اليوم نحن امام تحدي اخر، وهو اثبات ان المنتخب الوطني يملك الامكانيات ويملك لاعبين ذو مستوى يمكنهم صناعه الفارق ويمكنهم تحقيق الفوز تحت كل الظروف وتحت كل الضغوطات. اليوم نملك القائد رياض محرز، نملك عموره، نملك لاعبين ذوي مستوى، ايت نوري جناح مانشستر سيتي، ايضا دكه بدلاء مميزه بوجود مازا حجام. ونظن اليوم حسب ما اعتقد انه المنتخب سيجري بعض التغييرات، خاصه في الدفاع، لما لا دخول ب3 مدافعين في الوسط من اجل الحد من خطوره نعم، في ظل تواجد ربما لاعبين اقوياء في المنتخب الوطني وسريعين ايضا في صوره اللاعب دانجو وطارا. هذا اللاعب خطير.